تحط ميه خضراء ولا ميه حمراء، وايه هي اصلا الميه المناسبه لعربيتك. كتير مننا لما بيجي يغير ميه لعربيته بيبقى محتار يحط انهي نوع ميه، ويحط ميه خضراء ولا ميه حمراء. وكمان في ناس بتشتري عربيات مستعمله وبيبقى محطوط لها ميه عاديه، وبيبقى عايز يحط الميه الاصليه عشان يحافظ على العربيه اللي اشتراها. انا طارق صلاح وده الجراج، وجاي اقول لك ايه افضل نوع ميه تحطه العربيه. مبدئيا وعشان نبقى متفقين، لون الميه مش هو المقياس، لان سوائل العربيه في الاساس بيبقى محطوط لها الوان عشان لو لا قدر الله حصل تسريب نعرف التسريب ده جاي منين. فطبيعي ان عربيتك تكون بتاخد ميه حمراء وانت تحط لها ميه زرقاء مثلا، بس مش معنى كده انك تروح تجيب اي سائل تبريد وتحطه في العربيه. كل صانع عربيه بيحدد مواصفه معينه للسوائل بتاعه العربيه، ومن ضمن السوائل دي ميه التبريد، ودي هتلاقيها على جيركن الميه او جيركن الزيت اللي انت بتشتريه. يعني مثلا لو عربيتي تبع مجموعه BMW لازم اجيب جيركن ميه مكتوب عليه انه متوافق مع مواصفه BMW، وده طبعا بغض النظر عن لونها، لان في شركات بتعملها ميه حمراء وفي شركات بتعملها اورنج مثلا. وعشان كده لما تيجي تغير سائل التبريد بتاع عربيتك او اي سائل تاني لازم تتاكد انه عليه مواصفه العربيه او الصانع بتاع العربيه، ودي بتبقى مكتوبه في كتالوج العربيه او على الموتور، لانها ممكن تبقى نفس اللون اللي انت بتحطه بس مش نفس المواصفه.